انا هنا خديت الكسكس ديالي درت فيها الدجاج حسب القدر كل واحد بغى يدير فيه. ودرت كذلك الصوص ديال المكرونه صوص ديال كما كتشوفوا مع بعضياتهم. وهنا كما تشوفوا رانا شحرتهم شويه. غادي نجيب كاس ديال العنبه ممزوج ما بين الزيت العاديه والزيت النباتيه، وغادي نضيف كذلك التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نوريكم شنو عندي اول حاجه معلقه صغيره ملحه حسب الذوق اكيد، عندي الملون، عندي البزار، عندي سكينجبير، عندي القرفه عواد، وعندي الخرقوم، ضمه البنه ديال الزعفران، وعندي قعقله وبسبيسه. وغادي نضيف التوابل كلهم على الدجاج ديالي. واكيد غادي راني ضايفه واحد ربع كاس، ما كنكثرش لان البصله كتطلق الماء ديالها، غير ربع كاس ديال الماء سخون باش نقليو داك التوابل، والدجاج ما كيتحرقش لينا دوك التوابل، ما يتحرقوش لينا. وغادي نضيف كذلك نصف ملعقه ديال السمن الحار، لان يعني ديجا عندي في القناه محضره معاكم صادق 100%. اللي بغى يرجع ليه راه كاين في القناه. وغادي نقلي الكل مع بعضياتهم باش يدخلوا ديك التوابل في الدجاج ديالي. وهنا راه كتغلي المرقه مع التوابل، يعني كما كتشوفوا قليناهم، يعني ما حبسناش من انك تشحريهم باش كيدخلوا ليهم كما قلت لكم دوك التوابل. وكما قلت لكم اكيد راني ضفت واحد ربع كاس تاع الماء، ما كانش بزاف غير شويه لان البصله راه كتطلق الماء، غير لمجرد انها باش ما كتحرقش لكم التوابل. وغادي نمشيو للمرحله المواليه. التوابل ديالنا ما يتحرقش. انا هنا راني ضفت نصف ضمه البنه ديال الدجاج مستحبه اللي بغى يضيفها. كما كتشوفوا غدات غير النصف ما كثرتش، وغادي نبدا نقدر بالماء اللي اكيد مغلي، وكنديرو غير من الجانب يعني كما كتلاحظوا في الفيديو. صافي انا هنا قدرت. وغادي نضيف الحمص لانني درت التفايه بالزبيب الحمص. انا غادي نضيف زلافه يعني حسب كل واحد كما كنقول لكم حسب القدر اللي بغى. يعني هنا انا درت زلافه غادي نضيفها كذلك. وغادي نسد على الكوكوط ديالي. وبالنسبه للكسكسو باش نديروا له التفويره الاولى، انا خديت هنايا اكيد غادي ناخذ الكسكسو من نوع جيد يعني داك الصفر الزوين. وغادي انا هنا خديت زلافه ونصف، وانتم على حسب القدر اللي بغيتو يعني وعلى حسب الاشخاص. انا غادي تقدني يعني هنايا زلافه ونصف غادي تقدني تجيني هي هذيك. وغادي دابا نبداو نبلو الكسكسو ديالنا. انا خديت هنا زلافه ديال الماء يعني اللي غادي نبسبس بها الكسكسو الكميه اللي خديت. وكنبين لكم الطريقه يعني بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يتعلموا ما عمرهم ما داروه، يعني كيشوفوا الطريقه ببساطه وسهله وبالتدقيق. وغادي نخليوه كيشرب ديك الزلافه ديال الماء. وهنا كما تلاحظوا يعني راه شرب ليا الكسكسو الماء ديك الزلافه اللي ضفناها. دابا غادي نضيفوا عليه كاس ديال الزيت ديال العنبه يعني ما عامرش، وغادي نبداو نبسبسوه بداك الكاس ديال الزيت. يعني المرحله اللي مور الماء كنديروا كاس ديال الزيت وكنبدي نبسبس به الكسكسو ديالي هانتوما على هذا الشكل. يعني بالنسبه للمبتدئات اللي عمرهم ما داروه يعني كنوريكم هذه الطريقه اول تجربه اول غادي تصدق لكم ان شاء الله. غادي نبسبسوا على هذا الشكل. عاد ندوزو للمرحله باش نديرو في الكسكاس باش نفورو التفوره الاولى. ومن بعد ما بسبسناه مزيان كما كتلاحظوا على هذا الشكل، غادي نديرو الكسكسو ديالنا في الكسكاس. واكيد البرمه ديالنا راها فوق البوطه كتغلي، وعاد نديرو فوقها الكسكاس. وانا هنا راني خديت كذلك قبل 5 ديال البصلات بالنسبه اللي كدم عليهم عينهم بزاف مزيان يعني ما كيقدوش البصله بحالي انا كنديرها في الماء. يعني عندي هنا 5 تاع بصلات كبار كنخليهم في الماء حتى كنقرب ونشلضهم. وهنا الماء ديالنا راه كيغلي كما كتلاحظوا راه غلى مزيان يعني. وغادي نضيف عليه شويه ديال الملح،
وغادي عاد نحط عليه الكسكاس، وهذا ضروري خص الماء يكون يغلي باش يطلع داك الفوار مزيان الكسكسو ديالنا، باش كيطلع كسكسو مفور على حقه وطريقه. وهنا راه التفوره الاولى راه طابت، غادي ندوزو للتفويره الثانيه. بالنسبه للتفويره الثانيه غادي نضيف يعني الملحه. انا غادي نوريكم الكميه اللي غادي ندير في هاد التفويره الثانيه، يعني هذه هي الكميه نتاع الملحه اللي غندير. وغادي نضيف كذلك زلافه ديال الماء ونبسبس بها الكسكسو ديالي. يعني المره التفوره الاولى والثانيه هي اللي كنعطيو فيها الماء مزيان، اما الثالثه صافي. يعني بالنسبه للاولى والثانيه هي اللي كنشربوا له الماء مزيان وكنبسبسوه مزيان وكنخليوه يشرب داك الماء. وهنا كما كتلاحظوا راني ضفت زلافه، يعني غادي نضيف الزلافه كلها ونبسبس بها الكسكسو. انا كندير الماء وانا كنبسبس بيديا، ومن بعد من نكمل كاع الزلافه كلها غادي نخليه يشرب لي هذاك الماء. يعني ماشي ديريكتومون غير ديري ليه الماء ديريه في الكسكاس، لا، خليه حتى يشرب لك الماء عاد ديريه في الكسكاس يتفور. وهانتوما من بعد ما شرب لي الماء يعني كما كتلاحظوا هو مبسبس ومفروس، دابا عاد غادي نديروه في الكسكاس باش يتفور التفوره الثانيه. وبالنسبه للبصله من بعد ما خليتها يعني في الماء كما وريتكم، يعني بالنسبه اللي كيحرقوا عينيه بزاف ما كيقدرش ليها، راني قطعتها وشلطتها على هذا الشكل. غادي نضيف ليها نصف كاس ديال الزيت ونصف ملعقه ديال الزبده. وبالنسبه للتوابل غادي ناخذ شويه الملحه، خرقوم، سكينجبير، راس معلقه ديال الفلفل الاحمر وشويه د القوام ديال الدجاج. وغادي نضيفهم على البصله. وضفت كذلك الملون. وهنا الكسكسو ديالي راه كيتفور التفوره الثانيه، وكذلك الدجاج ديالي بالدغميره راهم كيطيبوا. غادي نحركوا الكل مع بعضياتهم، بصله مع التوابل. وداك الملون كنديروا غير راس المعلقه صغيره باش كيعطينا غير اللون التفايه. وغادي كما كتشوفوا كنحرك وغادي نديرها فوق البوطه ونخلي حتى البصله ديالي تهبط مزيان ونطلقها ان شاء الله. وها هي البصله ديالي من بعد ما خليتها هبطت على خاطرها على نار مهيله كما كتلاحظوا. غادي نضيف دابا الزبيب. بالنسبه للزبيب تقدري ديري نص زلافه صغيره ولا ديري كاس ديال العنبه ولا فنجل صغير، المهم على حسب البصله اللي عندكم. انا هنا درت 5 البصلات. وغادي نحركها مع البصله ونخليها نسد عليها ونخليها كتدغمر معاها على خاطرها على نار مهيله. ونطلقها معكم من بعد نديروا الاضافات، يعني السر التفايه. ومن بعد ما تسلينا مزيان ديك البصله مع الزبيب، دابا بالنسبه للاضافات اللي غادي نزيدهم غادي نزيدو قطيره واحد المعلقه صغيره ديال ماء الزهر يعني كمون السيم. وكذلك غادي نضيف ساشي ديال سكر فاني. انا هنا عندي غير سكر فاني العادي، واللي عنده ديال الزهر يضيف ديال الزهر. يعني هاد الاضافات صدقوني يعني رائعين، كديرهم كتجي التفايه ديالكم منسمه رائعه، يعني غير جربوها وغتردوا عليا الخبر. وكما قلت لكم اللي عنده الفاني ديال الزهر يدير ديال الزهر. وبالنسبه للسكر انا خديت هنا 2 كاسيات ديال السكر، او كديروا 2 معالق كبار ديال سنيده. وغادي نبدي نخلط الكل كما كتلاحظوا. شوفوا ها انتم التفايه طابت على نار مهيله، ما محروقه ما والو، يعني مجرد انك طيبيها على المهل كتطلع لك من داك الشيء. وغادي نخلط الكل باش كيتجانسوا مع بعضياتهم ونخليهم كيتعسلوا مزيان، ونطلقوا ان شاء الله في المرحله المواليه. بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا باقي الطرق. وبالنسبه للتفويره الثالثه كما كتشوفوا غادي نضيف غير شويه ديال الزيت ما نكتروش، وغادي نبدي نبسبس به الكسكسو ديالي لهذا الشكل. يعني دابا صافي ما نزيدو لا ما حتى شي حاجه، كنضيفو غير شويه زيت وكنبسبسو باش كيبقى في اللون ديالو، يعني ما كيتغيرش اللي كيبقى الكسكسو ديالنا في اللون ديالو. وها نتوما كما كتلاحظوا. ومن بعد ما تفور لينا التفويره الثالثه صافي هذه هي الاخيره.
الاضافه اللي غادي نضيفوها دابا، غادي ناخذ داك المرق اللي الفوق ديال الروا ديال الدجاج، يعني غير داك اللي من الفوق كيكون فيه داك الزيت مصفي، وغادي نضيف عليه نص معلقه ديال الزبده ونخويوه على الكسكسو ونبسبسوه به. يعني من هنا باش غادي نمشيو للطبق النهائي، يعني باش نصاوب الطبق النهائي. خوتي خواتاتي، وصلنا للشكل النهائي ديال الكسكسو بالتفايه والدجاج. انا زينته على هذا الشكل، يعني في الاول درت الكسكسو ديالي ومرقته شويه بالمرق، ومن بعد ضفت عليه التفايه، ومن بعد ضفت عليه الدجاج ديالي ستفتو، ودرت داك الحمص وزينته شويه باللوز اللي قليته وحمرته يعني شويه، وزينته كذلك بالبيض هكا كما كتشوفوا مسلوق. وبالنسبه للروا هنايا كنحط الروا، يعني اللي كيبغي يضيف، كاين اللي ما كيبغيش ممرق وكاين اللي يبغي ممرق، انا ما كنكثرش، كل واحد يدير على حسب اللي بغى. ونتمنى ان يكون عجبكم كسكسو ديال التفايه مع السر ديال التفايه، يعني السر ديال التفايه اللي كتجي رائعه. ولا عجباتكم ما تنساوش اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. في امان الله ورعايته، وعيد مبارك سعيد.